عمرك تعاملت مع حد بيحبك أوي النهاردة وفجأة وبدون أي سبب واضح يتقلب عليك بكرة ويبقى حد غريب تماماً؟ الموضوع مش مجرد تقلب مزاج عادي، ده ممكن يكون اضطراب الشخصية الحدية. جوه الشخصية دي في رعب حقيقي من الفقد والإهمال، يعني مجرد رسالة بعتوها وما تردش عليها في وقتها بالنسبة لهم ممكن تكون نهاية العالم، أو إنهم يفتكروا إنهم مبقوش غاليين عندك. إزاي نعرف أصحاب الشخصية الحدية؟ أصحاب الشخصية الحدية مشاعرهم ما فيهاش وسط، يا إما حب أعمى وتقديس، يا إما غضب أعمى ورفض تام. بيتنقلوا من قمة السعادة لقمة الإحباط في ثواني، ودايما حاسين بلخبطة في هويتهم ومش عارفين هم عايزين إيه، وده بيخليهم ياخدوا قرارات اندفاعية ومفاجئة، كل ده عشان يهربوا من الوجع النفسي اللي جواهم. طب إزاي نتعامل معاهم من غير ما نخسرهم أو نخسر نفسنا؟ أول حاجة خليك ثابت، اوعى ترد على نوبة الغضب بنوبة غضب تانية. ثباتك وهدوءك هما طوق النجاة اللي هيهديهم. تاني حاجة لازم تحط حدود واضحة بس بحب، اتعاطف مع وجعهم بس من غير ما تسمح للموجة إنها تهدد سلامك النفسي. وافتكر دايما هما مش أشرار، هما بس مش عارفين يحددوا هويتهم. الفهم هو أول خطوة للاحتواء. شاركنا في التعليقات، هل قابلت شخصية بالصفات دي قبل كده؟ وإزاي تعاملت معاهم؟